ازيكم يا تالتة اعدادي عاملين ايه؟ النهارده ان شاء الله زي ما وعدتكم هندخل على يونت 11. خلاص في وقت القياسي شرحنا اليونتس اللي فاتت وانا قررت ان احنا نخليهم ورا بعض عشان تلحق يبقى مراجعتك معاك. تعالى معايا النهارده نشتغل يونت 11 من اكتر اليونتات الممتعه اللي فيها ابتكارات وفيها تريكات موجوده في كتب. يعني ايه؟ يعني كل كتاب خارجي جايب اسئله غير الكتاب التاني. انا قريت من كذا كتاب وحليت من كذا كتاب مع الطلبه ولقيت في حاجات موجوده من اولى ثانوي جايبينها لكم في الاسئله اللي موجوده ورا الدرس. النهارده هنشرح ايه؟ النهارده هنشرح الباست بيرفكت والباست سمبل. باست سمبل مش محتاج قوي نشرحه لانه بيعبر عن ايه؟ عن باست سمبل، فعل حدث في الماضي وخلص. تمام؟ وحصل من فتره زمنيه مش طويله. لكن الباست بيرفكت هو عباره عن ايه؟ عباره عن فعل تم من فتره زمنيه طويله. اول حاجه باست بيرفكت او ذا باست. خلاص معايا؟ the past perfect زمن الماضي التام. بيتكون من ايه زمن الماضي التام؟ بيتكون من او بيعبر عن فعل تم من فترة زمنية طويلة وحدث قبل فعل تاني. بيتكون من ايه؟ بيتكون من had plus past participle التصريف الثالث للفعل. ممكن استخدم من خلاله كلمات البريزنت بيرفكت عادي جدا اللي هي كلمات المضارع التام. لما اجي اقول مثلا اديني جملة يا مس she had خلاص dinner هي فطرت زن بعد كده she went out راحت خارجة she went out. لاحظت ايه يا دكاترة؟ لاحظنا ان ده فعل او حدث ده اسمه حدث اول. حدث اول يعني ايه حدث اول؟ يعني حاجة حصلت الاول، وده حدث تاني ده الحدث اللي حصل بعديه وترتب على الحدث الاول. يبقى لما اجي اقول الحدث الاولاني first هو زمن الباست بيرفكت الماضي التام، والحدث التاني secondly او second ده زمن الباست سمبل الماضي البسيط. يبقى الحدث ده اقدم من ده حصل الاول، ما كنتش هخرج الا لما انا خلاص الا لما تناولت الغداء او تناولت العشاء بتاعي. جزئية بسيطة عايزة أنوه عليها للطلاب. إيه الفرق يا شباب ما بين had plus noun يعني had زائد الاسم وهاد بلس past participle تصريف تالت. had plus noun ده اسم past simple ماضي بسيط. يعني إيه؟ ما تيجي تنفيها هيبقى النفي بتاعها didn't plus infinitive اللي هي didn't have. لكن لما أجي أقول had plus past participle يبقى النفي أو النيجاتيف بتاعها hadn't خلاص بلس past participle اللي هو hadn't خلاص والتصريف الثالث. يبقى ده اسمه ماضي بسيط وده اسمه ماضي تام. نحفظها كده مع بعض ازاي بقى؟ بص يا سيدي هنقول ايه؟ had plus الناون يبقى النفي didn't والفعل في المصدر didn't have. had تصريف ثالث يبقى hadn't والpast participle hadn't والتصريف الثالث. يبقى ده أول كده فرق ما بين زمن الماضي التام والماضي البسيط. يبقى كده في عجالة الماضي التام فعل حدث قبل فعل تاني. الماضي البسيط هو الفعل التاني أو الحدث التاني. مين الأقدم؟ الماضي التام. كون من إيه ماضي تام؟ مضارع تام هاف تصريف ثالث يبقى ماضي تام had وتصريف ثالث. تمام؟ طيب had والناون نفيها ايه؟ didn't have. had والتصريف الثالث يبقى hadn't والpast participle التصريف الثالث للفعل. ناخد كده جزئية مبني المجهول باسيف. احنا عارفين مبني المجهول بنبدأ بالobject المفعول. بعد المفعول هنجيب had وبعدين been وبعدين تصريف ثالث زي بالظبط فكرة المضارع التام. كنا بنقول have وhas وbeen وتصريف ثالث. فنيجي نقول مثلا she had خلاص she had watched a film البنت اتفرجت على الفيلم خلاص يا شباب، وراح قايل لك بين قوسين اعملها لي باسف في الباست بيرفكت. خلاص هروح قايلين ايه؟ a الفيلم had been watched by مين؟ by الأمورة يبقى by here. خلاص كده يبقى ده الباسيف أو المبني المجهول. ليه بشرحه؟ هقول لكم ليه. عشان لما نيجي نشتغل دلوقتي لازم نبقى عارفين الفرق ما بين البريزنت الباست بيرفكت والباست سمبل. يبقى عندي حدثين، حدث أول وحدث تاني. الحدث الأول ماضي تام، الحدث التاني ماضي بسيط. هقول لك على حاجة. أنا صحيت الصبح فطرت وبعد كده رحت المدرسة. فطرت ده يبقى الحدث الأولاني الماضي التاني يبقى I had my breakfast خلاص before I go to school قبل ما أروح المدرسة. تعالى كده معايا نشوف هنشرح الكلام ده إزاي.
بص يا سيدي بيقول لك ايه the past simple ماضي بسيط حبيبي السهل الجميل. past simple tense قال لك بيتكون من الماضي البسيط او بنستخدمه مجموعه من الازمنه المستخدمه في سرد قصه او حدوته. يعني ايه؟ يعني عشان في حاجه اسمها تسلسل احداث الايفنتس بتاعتها، يعني بيحصل حاجه وبعدها حاجه وبعدها حاجه في القصه. كان يا مكان كان في ولد صغير نزل يلعب، يبقى انا بعمل تسلسل الاحداث. تمام؟ يعني use the main events of the story. خلاص؟ ان انا هقول ايه بقى؟ انا عايزه اقول ان انا عايزه استخدم الاحداث بتاعه القصه بشكل متسلسل. he got up هو صحي من النوم. open the door فتح الباب and left. طب معلش يا مس هعرف منين ان انا هستخدم ماضي بسيط ومش بعده ماضي تام؟ بص يا سيدي مفيش، بص اهو، لا يوجد فواصل زمنيه ما بين الأحداث. يعني إيه؟ يعني الأحداث حصلت بالفلاحي كده ورا بعض. يعني إيه مثل الأحداث حصلت ورا بعض؟ يعني أنا صحيت من النوم ونزلت، أهو الراجل بيقول لك أهو أنا صحيت من النوم وبعدين فتحت الباب ونزلت. مفيش أي فاصل زمني، الأفعال حصلت ورا بعضها على طول. تمام؟ طب امال الباست بيرفكت بيستخدم في ايه؟ زي ما احنا لسه قايلين بيستخدم الماضي التام. تمام يا شباب؟ لوصف حدث حصل قبل فعل او حدث تاني. يعني زي ما انا لسه قايله، يعني ايه؟ يعني لو انا قلت الماضي التام رقم 1 يبقى ده الاولاني، يبقى قبل الاحداث الايه؟ الرئيسيه، وبيقدم المعلومات الاساسيه اللي بتقف عليها او بتعتمد عليها القصه. يعني ايه؟ قال لك he searched in his bag قاعد يدور في الشنطة but realized لكن أدرك. أول ما تشوف أفعال الإدراك دي لازم يجي بعدها ماضي تاني، إن he had forgotten the wallet. إيه الفعل اللي حصل الأول؟ إن هو نسي المحفظة. خلاص؟ وده أدركه لما جه يدور عليها. يبقى حدث النسيان حصل قبل ما يدور في الشنطة. يبقى الحدث الأولاني هو الماضي التام لأن هو الحدث الأقدم واللي بتعتمد عليه لو أنا هسرد قصة، والحدث الأولاني اللي هتقوم عليه أحداث القصة كلها. معايا يا شباب؟ موضوع سهل خالص بس محتاجة منكم أرجوكم تركزوا شوية. نقطة الملاحظات دي بتقولك تعالى يا معلم بص معايا، الماضي التام خلاص في سر في تسلسل الأحداث أو عند إظهار تسلسل الأحداث. خلاص ان هو ما بيجيبش القصه مترتبه بترتيب زمني صارم. يعني ايه؟ يعني مش لازم احداث القصه تبقى ماشيه ورا بعض. يعني لسه بقول لك ايه؟ صحيت من النوم فتحت الباب ونزلت، ده تسلسل. لكن ممكن يقول لك ايه؟ ده هو صحي من النوم خلاص واخر النهار او بالليل حصل كذا، يبقى في فجوه زمنيه، فده خلى ماضي بسيط مع ماضي تاني اللي هو عدم تسلسل خلاص الاحداث بشكل صارم. يعني متسلسله بس في فواصل زمنيه ما بين الافعال. طيب تعالى كده معايا، احنا شرحنا الكلام ده كله دلوقتي. قال لك ايه؟ الماضي البسيط شرحه سهل جدا، هو بيتكون من تصريف تاني للفعل. زي ما يجي يقول لك ايه؟ I played خلاص I played football او played a game yesterday. وعارفين كلمات الماضي البسيط yesterday, last ago, in the past in سنة عدت خلاص، وكلمة once ذات مرة، و once upon a time يعني كان يا مكان. لما باجي ادي قصه اقول لك once upon a time. خلاص يا شباب؟ قال لك last. وايه الفرق بين last واجو؟ last بيجي بعدها الفتره الزمنيه، لكن لما اجي اقول اجو اقول مثلا 3 days ago, 3 months ago, 3 years ago. بقول عدد الايه؟ بقول عدد السنين. معايا؟ طيب تعالى كده نشوف النفي، والنفي سهل قوي ما فيهوش اي حاجه. خلاص النفي في زمن الماضي البسيط بننفي بايه؟ فعل في الماضي البسيط طول عمرنا متعودين ان احنا في الماضي بننفي بديدنت بلس انفينيتيف، لسه قايلين الكلام ده. خلاص وبنسال بالماضي بديد بلس سبجكت بلس انفينيتيف. زي ما اجي اقول بالظبط ايه؟ زي ما اجي اقول she ran to school خلاص yesterday، البنت طلعت راحت المدرسة جري امبارح. عايزة اقول لك نيجاتيف ان فيها. اول حاجة ده فاعل، بعد الفعل السبجكت هتجيب فيرب. الفيرب ده هنا في زمن الماضي يبقى هننزل شي. فعل في الماضي هننفي didn't زائد المصدر يبقى she didn't خلاص run هنجيب المصدر to school yesterday. She didn't run to school yesterday. طب لما اجي اقول she had
خلاص. she had ran to school. البنت طلعت تجري للمدرسة. وراح قايل لك انفي. هتلاقي ان هي تجيب بعدها تصريف تالت. يبقى روح قايله ايه؟ she had تصريف تالت تبقى hadn't. وننزل run ran. انا اسفه يا شباب، انا اسفه. run ran run، لان run تصريف تالت خلاص وتاني زي بعض. يبقى she hadn't run to school. يبقى hadn't زائد الباست participle التصريف التالت للفعل. نرجع تاني للجمل بتاعتنا. فكده ما كنا بنقول المبني للمجهول بنبدأ بالمفعول. مين المفعول اللي هبدأ بيه الجملة؟ اللي هو ايه؟ اللي هو كان جاي لي في الجملة الأصلية في الآخر. الأوبجكت ده المفعول. بعد المفعول لو مفرد وصلة جمع وين تصريف تاني. يعني ايه؟ لما اجي اقول شي، خلاص خليك معايا، انا اقول ايه؟ شي painted. يلا يا عم ساعدني بجملة كده. she painted a picture. خلاص. yesterday اعملها لي مبني المجهول. هنبدأ بالمفعول. ادي الفاعل she، وادي الفيرب painted ده الفعل، والمفعول يبقى picture. ابدأ لي يا باشا كده واعملها لي مفعول. يبقى picture ادي دي كده المفعول. picture مفرد ولا جمع؟ مفرد يا باشا. طب وبعدين was ايه؟ was painted by مين؟ by here. يبقى here ده ضمير المفعول بتاع مين؟ بتاع شي. جدع. خلاص معايا؟ تمام. the plants were watered an hour ago اللي هي اصلها he watered the plants. ماشي. he watered the plants. يبقى ده اصل الايه؟ ايوه اصل الجمله بتاعتي خالص. تمام. تعالى كده معايا. يقول لك الماضي البسيط عرفنا يا عم ان هي بيعبر عن افعال حدثت في الايه؟ في الماضي وخلصت وانتهت. ماشي. وانتهت في الماضي. تاني حاجة أحداث متتابعة في الماضي بستخدم فيها زمن الماضي. I reached the station and took the train. أول ما وصلت المحطة أخدت القطر. وأنا استنى؟ ما هو أنا وصلت وركبت، هقعد استنى لإيه؟ تمام؟ When I was on holiday لما كنت في أجازة. الأحداث المتكررة بقى I went to the beach every morning. أنا بستخدم الأظرف الزمنية بتاعت المضارع البسيط في الماضي البسيط. يعني ايه؟ تواخدين في used to كنا قايلين I always played اللي هي بتساوي I used to play. excellent. خلاص معايا؟ طيب تعالى لي كده نيجي نقول ايه؟ قال لك بيعيد لك تاني used to. يا الله ما احنا قلنا used to وشرحناها، وعندنا في اليونت اللي شرحنا فيها used to انا قايلها لك بالتفصيل الممل. used to بيجي بعدها infinitive. خلاص. my father used to smoke عاد في الماضي وبح. خلصت. my father used to smoke but now he doesn't smoke اللي هي هتساوي my father no longer ومضارع بسيط no longer smokes عشان my father مفرد. فاكرين يا ولاد لما قلنا used to بتساوي always تصريف تاني صح ولا غلط؟ no longer ومضارع بسيط. anymore جملة منفية و no longer و anymore جملة مضارع بسيط. وقلنا بتساوي it is my habit to. I was in the habit of وفيرب I ing. بتساوي كمان was were used to verb I ing. كل ده قلناه وشرحناه في اليونت اللي كان عليها الدور. خلاص معايا؟ my father doesn't smoke any longer أو anymore. بدل شفت any الجملة بتيجي منفية. خلاص. my brother used to be fat قلنا إذا كان في verb to be الناحية التانية يبقى في am و is و are. يعني my father used to be fat now he is thin أو now he isn't. واسكت خالص. نكمل تاني. used to بيقول لي إيه؟ هنا بيقول لي used to. خلاص يا شباب معايا. used to نفيها didn't used to بيجي بعدها الفعل infinitive وممكن يساويها النفي بتاعها never used to. كده احنا الكلام ده كله قلناه 700 مرة. خلاص. وهو راجع تاني دلوقتي زي ما past perfect ماضي تام. انا ماشيه بالكتاب عادي زي ما احنا متفقين. انا همشي في الكتاب عشان مش هتلخبط معاك، مش هلخبطك، وفي نفس الوقت انا بشرح لك الحاجات اللي انا عايزه اشرحها. اول حاجه بيتكلم عن الماضي تام زي ما احنا لسه قايلين هاد والتصريف التالت. تمام. نفي هاد والتصريف التالت هادنت والتصريف التالت. عايز اعمل سؤال هنعمل سؤال بهاد زائد الفاعل زائد التصريف التالت. مبني المجهول يبقى نبدا مفعول هاد بين تصريف تالت. وبكده يبقى احنا بنتكلم خلاص في اللي احنا لسه شارحينه الماضي التام. تعالى يا مس اديني سؤال بعد اذنك. انا هقول لك ايه؟ هاجي اقول لك احمد had خلاص traveled to China. الواد احمد سافر الصين. اعملها لي اول حاجه مجهول، تاني حاجه اعملها لي نوت، تالت حاجه اعمل لي سؤال. يبقى انا ضربت 3 عصفورات
او 3 عصفورات. ايه عصفورات دي؟ 3 عصافير. 3 عصافير بحجر واحد. معايا يا شباب؟ 3 عصافير بحجر واحد. تعال كده نشوف هنقول ايه. احمد had traveled to China. يلا يا باشا، قال لك اعملها لي باي، يبقى هعملها بس في مبني المجهول، يبقى هبدا بالمفعول اللي هي تشاينا. خلاص، يبقى had مجهول been وبعدين traveled. خلاص، باي مين يا باشا؟ باي احمد. تمام. قال لك نوت هاد تصريف تالت تبقى hadn't، يبقى احمد خلاص hadn't ايه؟ hadn't traveled to China. خلاص، مش مسافر الصين. خلاص hadn't traveled. قال لك where. خلاص قال لك where، نعمل مقص لما نيجي نسأل، يبقى where ايه؟ where had احمد traveled. الواد احمد سافر راح فين؟ where had احمد traveled. يبقى انا اول حاجه جبت الجمله فيها had وتصريف ثالث، يبقى انا فيها hadn't. عايز اعملها مجهول يبقى had been تصريف ثالث. خلاص، عايز اعمل سؤال بنعمل مقص، يبقى had زائد الفاعل والتصريف الثالث للفعل. تمام يا شباب؟ تمام. نيجي نخش على الجزئيه بتاعه الماضي التام. انا بستخدمه في ايه؟ بيقول لك يعبر الماضي التام عن اكتمال حدث خلاص قبل حدث. يعني احنا قلنا هو الحدث رقم 1 والتاني ماضي بسيط. ادي كده جزئيه. يستخدم الماضي التام للتركيز على حدث وقع في الماضي وكان له تاثير في الوقت الايه على حدث تاني حصل بعضه في الماضي. يعني ايه؟ I had broken my leg، انا كسرت او رجلي اتكسرت. I couldn't take part، يبقى الحدث ده خلاص له اثر، الراجل رجله اتكسرت فمش قادر يشارك في الايه في المباراه. معايا؟ مش قادر يشارك في المباراه. تعالوا معايا، بيقول لي ايه تاني؟ يستخدم لنقل او وصف خلاص خبراتنا اللي مرت حتى نقطة معينة في الماضي. It was best fun I had ever seen، خبرة جميلة مش قادر انساها طول عمري. ترتيب الأحداث في الماضي بيعتمد على إيه؟ تعالى يا معلم بقى وأنا عايز أتكلم معاك. لما أجي أتكلم معاك أنا هتكلم عن روابط خلاص بتبدأ بحرف الإيه، زي after، إحنا هنقسمه كده زي as soon as، دي هسميها روابط الإيه، زي as إيه after as soon as و as بس. ماشي. وwhen دي راشقة معاك في كل حاجة، أي حاجة ماشي فيها هتلاقي when. وعندك because خلاص، وعندك بتساوي because since. مالهم دول يا مس أميرة؟ دول الروابط اللي بيجي بعدهم past perfect يعني ماضي تام، والناحية التانية ماضي بسيط. إيه ده بجد كده سهلين. يبقى أنا هحفظ إيه يبقى تاني. حط لي معاهم when راشقة مع كله because و since. اعمل لي سطر كده وتعالى ناخد الروابط التانية. بي بسيط، بي بسيط. ايه بي بسيط؟ بي بسيط اللي هي ايه؟ before خلاص، وباي ذا تايم، وباي ذا تايم. بي بسيط بي بسيط يبقى ماضي بسيط. والناحية التانية past perfect ماضي تام. يبقى اما اجي اقول before باي ذا تايم، مين اللي راشقه مع الكل يا باشا؟ when. مين عكس because؟ so. يبقى دي الروابط اللي بيجي بعدها ماضي بسيط، بي بسيط، ايه ماضي تام. يبقى ايه after as soon as و as when because بيجي بعدهم ماضي تام والناحيه الثانيه ماضي بسيط. بي بسيط اللي هو before باي ذا تايم، when اللي راشقه مع كل الناس، وعكس because so بيجي بعدهم ماضي بسيط والناحيه الثانيه ماضي تام. بص يا باشا، هاجي اقول ايه بقى؟ after I had finished، بعد ما خلصت my homework الواجب بتاعي. after I had finished my homework، يلا يابا عملت ايه؟ I went out، طلعت بره، خرجت. يا ساتر يا رب، ايه ده؟ موضوع سهل اهو. مين الحدث الاول؟ الماضي التاني ان انا خلصت واجبي، والحدث التاني انا رحت جاي خارج. حدث اول، حدث تاني. الحدث التاني مش هينفع الا لما يكون فيه الحدث الاول، لان الحدث التاني مرتبط حدوثه بانتهاء الحدث الاولاني اللي هو الماضي التام. يبقى تاني after as soon as when because since ماضي تام ماضي بسيط. خلاص. بي يبقى before by the time when و so ماضي بسيط ماضي تام. طب تعالى على نفس الجملة وقول لي before بص اهو I went out، أول قبل ما أخرج before I went out I had finished
I had finished my homework. أنا كنت خلصت الواجب بتاعي. بس كده. يبقى هنحفظهم ازاي؟ A تام B بسيط. A تام B بسيط. As soon as after as when because since. B بسيط before by the time when وعكس because so. since هنا يا شباب بتساوي because انها بتيجي بمعنى لأن. وخلي بالك عشان انت واخد since ماضي بسيط ماضي تام وماضي بسيط مضارع تام هجيبها ماضي تام إذا كانت تيجي بمعنى لأن وليس منذ. ماشي؟ تعالى كده معايا بيقول لك ايه؟ بيقول لك هنا زمن الماضي البسيط والماضي التام. خلاص هقول لك تركايه من عند مس أميرة. تمام؟ او تركايه مش تركايه، انا هقول لك جزء موجود عندك في الكتاب. خلاص معايا؟ والجزء ده هتخلي بالك منه ليه بقى؟ عشان يا باشا ممكن يجي لك في الامتحان اللي هو ايه بقى؟ بص يا باشا، اول حاجه انا عندي before خلاص او after لو ما جاش بعدها فاعل فجت بدون فاعل، فلما تيجي بدون فاعل مش هينفع احط خلاص مش هينفع احط هاد، اروح جايبه فيرب اي ان جي. والناحيه الثانيه ايه؟ ماضي بسيط لان اصلا افتر بيجي بعدها ماضي تام فانا هحط فيرب اي ان جي عشان ما فيش فاعل. والناحيه الثانيه ماضي بسيط يعني ايه؟ افتر نفس الجمله اللي لسه قايلينها finishing بعد انتهاء after finishing my homework بعد ما خلصت الواجب بتاعي هقول ايه يا باشا؟ I went out. I went out. اوعى تيجي تقول لي هاد هنا ومفيش فاعل، هقول لك غلط ما ينفعش، لازم اجيب فيرب اي ان جي بدون فاعل. اي رابط بدون فاعل حط اي ان جي. تمام؟ طب لما اجي اقول before خلاص اهو before going out قبل ما اخرج I had finished my homework. I had finished my homework. ايه ده يا مس؟ ايوه لان before لو ما جاش بعدها فاعل يبقى اروح قايله فيرب اي ان جي بدون فاعل مفيش فاعل. والناحيه الثانيه ماضي تام لان الفيرب اي ان جي هنا هيحل محل الماضي البسيط. يبقى تاني after without subject بدون فاعل هحط اي ان جي، الناحيه الثانيه ماضي بسيط. before بدون فاعل هحط فيرب اي ان جي، والناحيه الثانيه ماضي تام. تمام كده؟ تمام. نرجع تاني ونشوف كده شويه اكسرسايز. طيب في تريكايه هقولها لكم بقى في الاخر. خلاص يا شباب؟ طيب اول حاجه هركز بس ما بين الروابط عشان وني يا دكاتره لو سمحتوا. بيقول لك ايه؟ when I know to the beach my friend had already left. يبقى في had والتصريف تام يبقى على طول هنا good. يبقى ماضي تام ماضي بسيط واللي بتيجي معاها الاثنين. we had visited ادي ماضي تام باريس before. so احنا شفناها قبل كده we know the best places to go. احنا عارفين احسن اماكن ممكن نزورها. so we knew. ليه يا مس بعد اذنك؟ انا قايله لك so عكس because بيجي بعدها ماضي بسيط والناحيه الثانيه ماضي تام. خلاص؟ after she ايه؟ ما انت واخد after ماضي تام يبقى she had finished. she called a taxi. بعد ما خلصت ادي الحدث الاول انها خلصت، الحدث الثاني انها اتصلت جابت التاكسي. the tour guide explained that شرح the museum early. ركز بقى explained that the museum explained من فعل من افعال الماضي. خلاص يبقى had خلاص أغلق had been closed هتيجي مبني للمجهول. اتقفل ما ينفعش أقول قفل نفسه، لا المتحف اتقفل لأنه هنا غير عاقل يبقى had been closed وأنت بتركز كده وأنت بتقرأ الجملة. we not expect the journey to take so long because we had never traveled on such difficult routes before. قال لك إيه بقى؟ إحنا توقعنا بصراحة ان الرحله to take so long هتاخد وقت طويل لان احنا عمرنا ما سافرنا رحله طريقها صعب زي دي قبل كده. طبعا هنا بيقول لك ايه؟ في هنا نوت. خلاص تاني حاجه في ماضي تام منفي had never وتصريف تالت يبقى هننفي we didn't ونحط expect. ركزوا يا سنه ثالثه. the GPS خلاص الجي بي اس ايه اللي حصل له؟ توقف عن العمل. طبعا انا عارف ان stop من افعال بيجي بعدها gerund او to الماستر. نوع توقف تماما an hour earlier ساعة بدري and we began to worry that we were lost. خلاص بدأنا نقلق
ان احنا ايه، يبقى في الاول خالص هو توقف عن العمل، بعد كده بدأنا نقلق. يبقى هنيجي نقول الفعل الاولاني يبقى had stopped. had stopped ليه يا شباب؟ had stopped ليه يا شباب؟ عشان الفعل التاني ماضي بسيط، بدأنا نقلق. خلاص معايا؟ ركز عشان الحل مهم يا دكاترتنا. الحل يا شباب خلاص fortunately حسن الحظ. خلاص we saw the lights in the distance شفنا النور من أو الإضاءة من على مسافة. and realized ده اسمه فعل من أفعال الإدراك، ده يجي ماضي بسيط يبقى الفعل اللي بعده ماضي تام زي realize زي understand وهكذا. خلاص يبقى على طول we and realized we had found. we realized we had found. معايا يا شباب؟ يبقى انا هخلي بالي بس من الافعال. ادي ده فعل الافعال الادراك يجي بعده ماضي تام وهو بيجي في الماضي البسيط. by the time اهو by the time بسيط، by the time بيجي بعدها بسيط. خلاص the mountain village it يبقى had got. خلي بالي انا قلت be بسيط after واخواتها تام. be بسيط يبقى before by the time هيجي بعدهم ماضي بسيط، الناحيه الثانيه ماضي تام. تمام؟ خش على الجزئيه الاخيره. بيقول لي ايه؟ بيقول لي after يبقى after هنا في هنا زي احنا اتفقنا بيجي بعدها ماضي تاني. after book the hotel book هنا جايب معانا يحجز يا شباب، خلي بالي من الفعل ده يحجز هوتيل and bought their plane ticket. انا قلت هنا and يجي بعدها bought تصريف تاني، تصريف تاني يبقى ده ماضي ايه؟ تمام اكسلنت. في حد قال لي بسيط شاطر، يبقى هنا يبقى had booked. يبقى book هنا معناها ايه؟ معناها يحجز. The film had already started when يبقى هنا when جه قبلها ايه؟ قال لك had والتصريف التالت من غير ما اكمل اهو يبقى ماضي بسيط. هنا ماضي بسيط، هنا ماضي تام، هنا ماضي تام، هنا ماضي بسيط. She was late هي كانت متأخرة، ادي ده ماضي بسيط. ليه؟ was جه بعدها adjective صفة. قال لك because راح لسه ايه؟ because مع اخت after يبقى had والتصريف الثالث للفعل يبقى had missed the bus. معايا يا شباب؟ by the time بسيط، by the time بسيط، by the time بسيط، والناحية الثانية ماضي تام يبقى هنقول by the time we ايه؟ we got. He had never seen قال لك had وجاب تصريف تاني such a beautiful waterfall. عمره ما شاف شلال رائع زي ده before من قبل. خلاص before he نقط وادي الريان before he ايه بقى؟ قال لك he had never seen such a beautiful waterfall before he visited. ماضي بسيط عشان before. We realized فعل الإدراك that we had lost. خلاص we had lost our man لأن أنا قلت realize من الأفعال تيجي ماضي بسيط والفعل اللي وراها ماضي تام. خلاص after the sun ركز معايا after the sun ماشي. after the sun set خلاص set فعل شاذ يا شباب، set فعل شاذ. the sky turned to golden color يبقى هنا بيقول لك after يبقى had ايه؟ had set. they were tired because they hike all day طول النهار يا عيني ماشيين على رجليهم في الجبال يبقى because جه قبلها ماضي بسيط يبقى بعدها had والتصريف الثالث had hiked. the teacher be angry because يبقى هيجي بعدها ماضي تام، الناحية التانية ماضي بسيط يبقى was وهكذا. تمام يا شباب؟ ناخد كده جملتين نسرع فيهم. بسم الله. أول حاجة بيقول لي إيه؟ first ركز بقى في النقطة دي. أول ما يقول لك first يعني إيه؟ أولاً يبقى ده الحدث الأولاني يبقى الحدث ده ماضي تاني. second أو then خلاص ده الماضي البسيط لأن ده الحدث الأقدم. فلما أجي أقول إيه؟ first she picked her bag شالت شنطتها then she left the house وجي بين قوسين راح قايل لك استخدم إيه؟ تعالى كده قول لي أنت عايز إيه؟ قال لك أنا عايز after. قال لك أنا عايز after جيب لي بعدها الحدث التاني. خلاص ولا الأولاني؟ لا يا باشا أنت قلت الأولاني عشان هو الأقدم. يبقى الحدث ده نحوله ماضي تام يبقى after she had picked بعد ما هي حضرت هي الباج شنطتها خلاص she left the house. after she had picked her غير bag she left the house. تمام يا شباب؟ ركزوا معايا عشان الامتحانات. تمام؟ قال لك هنا the children went to bed after they had brushed teeth. قال لك before وركز بس الرابط لو سمحتوا عايزه كابيتال ولا عايزه سمول؟
عايزه كابيتال ولا سمول؟ قال لك بيفور. بيفور هنا عايزها سمول كابيتال، يبقى بيفور هيجي بعدها ماضي بسيط. The children went to bed. هم راحوا يناموا. خلاص after they brushed head brushed بعد ما غسلوا their teeth أسنانهم. يبقى before the children. خلاص before the children went to bed قبل ما الأطفال went to bed يروحوا يناموا they had brushed. يبقى ليه؟ before جه بعدها ماضي بسيط والناحية التانية ماضي تام. الناحية التانية ماضي تام. as soon as قلنا as soon as أخت after يبقى as soon as هيجي بعدها ماضي تام. وقلنا as soon as يا شباب خلاص first ده الحدث الأولاني. first we bought the tickets أولا اشتريت تذاكر. then we went into the stadium. خلي بالك إن هو جايب لك الزمانين ماضي بسيط وأنت اللي هترتبهم. first الحدث الأول يبقى الماضي التام. then الحدث الثاني يبقى past simple ماضي بسيط. يبقى as soon as we خلاص ماضي تام على طول had bought بعد ما اشترينا the tickets we went خلاص into the stadium دخلنا الاستاد واتفرجنا. I didn't sleep until I had finished my work. تعالى يا بابا هنا بقى هيقول لي ايه؟ هقول لك انا هنا بيقول لي في قاعدة اسمها until يعني حتى وبتساويها حاجة اسمها till. احفظها كده بفراشة جميلة. وuntil دي خلاص الايه الحاجة الجميلة بتاعتها. خلاص معايا؟ دي فراشة جميلة كده. until هيجي قبلها ايه؟ هيجي قبلها ماضي بسيط بس منفي. ماضي بسيط منفي اللي هي didn't plus infinitive wasn't أو weren't plus infinitive. هنا ماضي تام. يعني ايه؟ I didn't go to bed أنا ما رحتش أنام until I had finished my work أو my housework. ما رحتش أنام لما خلصت شغل البيت بتاعي. خلاص يبقى هنا هجيب until يجي قبلها ماضي بسيط منفي. خلاص هنا سوري صفة يا شباب. ماضي بسيط منفي وبعدين ماضي تام. I wasn't خلاص I wasn't أنا ما كنتش خلاص I wasn't fit أنا ما كانش جسمي لائق until خلاص until I did sport I had done sports. خلاص I had done sports أنا جسمي مبقاش لائق أو رياضي إلا لما لعبت إيه؟ لعبت رياضة. يبقى هنا هنقول إيه؟ until فراشة. خلاص فراشة إيه؟ الجناح اليمين ماضي بسيط منفي الجناح الشمال ماضي تام. ماضي بسيط منفي ماضي تام. ماضي بسيط منفي ماضي وافضل طاير بقى ماضي بسيط منفي ماضي تام. يبقى لما اجي اقول until خلاص كفراشه كده يجي قبلها ايه؟ ماضي بسيط والناحيه الثانيه ماضي تام بس لازم يبقى منفي. ممكن النفي يا شباب يبقى never والتصريف الثاني. خلاص ممكن يبقى never والتصريف الثاني. I didn't sleep until I had finished my homework. انا ما نمتش الا لما خلصت الواجب بتاعي. قال لك after بعد ما خلصت واجبي يبقى after I had finished ماضي بسيط لا ماضي تام my homework بعد ما خلصت الواجب بتاعي. ايه اللي حصل لي؟ after I had finished my homework I slept رحت نمت يابا. I slept بالهنا والشفا. تمام؟ خش لي على الجزئيه اللي تحت دي بيقول لك ايه؟ بيقول لك تعالى يا حبيبي عايز اقول لك على حاجه. عايزاك تحط بقى هنا باعتبار انت بتتلخبط حط لي until. first اولا اهو the children opened the present فتحوا الهدايا. then they played with the toys. طيب هما ما لعبوش بالهدايا الا لما فتحوها. بص المعنى the children opened their presents فتحوا لعب الهدايا وبعد كده لعبوا بيها. يبقى أول حاجة نقول إيه؟ ماضي بسيط منفي اللي هو الحدث ده. يبقى نقول إيه؟ the children. ركز في الجملة دي مهمة قوي. جملة امتحان. the children didn't خلاص play with the toys until خلاص ما لعبوش بيها طبعا إلا لما فتحوها until they had opened them. بس يبقى الولاد ما لعبوش بالهدايا خلاص إلا لما فتحوها. الفعل الحدث الأول إن هو يفك الهدية وبعد كده يبدأ يلعب بيها. أنا شرحت لكم كتير قوي أمثلة خلاص يا رب يكون وفت اللي انتوا عايزين تفهموه. هنا after خلاص يبقى ماضي تام حفظناها.
قال لك first يبقى ده الجملة اللي هتتحول ماضي تام، then الجملة اللي هتتحول ماضي بسيط. first ماضي تام، then ماضي بسيط. يبقى قال لك after، والله اهو قال لك first she had baked her bag. في الأول هي حضرت شنطتها وبعد كده سابت البيت ومشيت. يبقى after she had baked her bag هنشيل then خالص نقول she left the house. تمام يا شباب؟ أتمنى أكون قدرت أوصل المعلومة بالشكل اللي انتوا عايزينه. تعالى كده بقى بسرعة نقول بسرعة كده حاجة. أول حاجة هنيجي نقول as soon as، خلاص as soon as خلاص بتساوي after، بتساوي as، بتساوي before، بتساوي by the time، خلاص بتساوي because، بتساوي when. خلاص ده كده الاختصار بتاعنا since و when. بيجي بعدهم ايه يا شباب؟ دول بيحلوا محل مين؟ بيحل محل first. بيجي بعدهم ايه؟ بيجي بعدهم ماضي، خلاص ماضي تاني. والناحية التانية past simple ماضي بسيط. معايا before و by the time، by the time وبعدين so وبعدين when بيبقى بسيط ماضي بسيط، والناحية التانية ماضي تاني. خلاص before خلاص وafter بدون فاعل، بدون فاعل، بدون فاعل، يبقى verb ing الناحية التانية ماضي تاني. خلاص بدون فاعل verb ing الناحية التانية ماضي بسيط. معايا يا شباب؟ خلاص نيجي نقول till أو نحطها كده في نص زي ما اتفقنا، نعمل فراشة نقول till و until. هيجي بعدهم خلاص أو قبلهم ماضي بسيط منفي، والناحية التانية ماضي تام. تمام يا شباب؟ خلاص نخلي بالنا منها ومهمة جدا. إن شاء الله هنبدأ نشرح كل الحاجات اللي باقية قريب جدا جدا. احنا كده وصلنا ليونت 11، انجاز عظيم جدا وكبير، وشرح فيه كل الجرامر بدون اي حاجه ممكن تبقى صعبه. انا اقول بس بسرعه كده ماضي تام خلاص مجهول يبقى هاد، مجهول يبقى هاد بين تصريف تالت. ماضي بسيط مجهول was أو were بلس تصريف تالت، وفي كلتا الحالتين بنبدأ بالأوبجكت اللي هو المفعول. هنبدأ بالأوبجكت اللي هو المفعول. خلاص آخر جزئية ودي تركاية عظيمة هدية لطلابي، اللي هي إيه يا شباب؟ في سؤال جايب لك فيه، خلاص في سؤال جايب لك فيه إيه؟ سؤال جايب لك فيه مثلا after I had، خلاص after I had cleaned up، بعد ما نظفت وخلصت اللي ورايا، خلاص I watched a film. ودي شفتها في كتاب موجود بيت باي بيت، جاب لك بين قوسين having. دي تتحل ازاي؟ في طلبة كتير مش عارفة ايه having يا مس؟ يعني اولى ثانوي، يعني كده عشان نبقى متفقين على اولى ثانوي. having هتساوي after، يعني انا هحط after خلاص هتساويها having، بس having يا شباب بيجي بعدها التصريف الثالث للفعل ومن غير فاعل، يعني having بدون فاعل ونحط تصريف ثالث، والناحية الثانية ماضي بسيط. يعني نقولها ازاي يا مس؟ having زي after بس بدون فاعل، بيجي بعدها تصريف ثالث. احنا قلنا after بدون فاعل verb ing، having بدون فاعل تصريف ثالث. يبقى هنقول ايه بقى؟ شيل after حط having، خلاص معايا؟ وبعدين شيل الفاعل وهاد هتحط التصريف الثالث لكلين اللي هو زي ما هو كده cleaned. يبقى after cleaned up I watched a film. أتمنى تكونوا استفدتوا. التركية دي مهمة وهدية مني ليكم، وتركزوا فيها كويس علشان أقصى درجة من الصعوبة في الامتحان موجودة في جيبك. البورد ده ملخص كل اللي شرحناه. أشوفكم في يونت 11 وإن شاء الله ننجز بسرعة ونخلص أسرع، وأتمنى تكونوا استفدتوا مني بقدر المستطاع. أشوفكم في يونت 12 أسفة إن شاء الله، ومس أميرة سعد وتركات امتحان تالتة إعدادي 2026.